إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بالنسبة لأصدقائنا اللي بيربوا في بطاريات، هتيجي عند عمر أسبوع، عمر 10 أيام، وتبدأ تفرز العنبر بتاعك، وخاصة العنبر بطاريات. هتمشي على البطاريات بتاعتك واحدة واحدة. الفرخ اللي ما يعجبكش جمعهم كلهم. الفرخ اللي ما يعجبكش جمعهم كلهم في بطارية واحدة، تمام؟ في 5 عيون، 6 عيون، 7 عيون، 10 عيون. وابدأ اتعامل مع الجزء اللي انت فرزته معاملة خاصة. ابدأ اتعامل مع الجزء اللي انت فرزته معاملة خاصة. تحقنهم، تديهم شوية مضاد حيوي. اعتبرهم غرفة عناية مركزة. كل جرام هتاخده منهم انت اولى بيه. لكن ما جيش اسيب الفرخ الكبير في وسط الفرخ الصغير، اسف، في وسط الفرخ الكبيرة، وارجع اقول ما عملتش معامل تحويل، ما حققتش وزن من الكلام ده كله. ما ينفعش. يبقى انا اعمل ايه؟ على عمر اسبوع، عمر 10 ايام، ابدا مشكورا افرز عنبري بالايه؟ بالفرخ. خاصة الكلام ده للجماعة اللي هم بيربوا في بطاريات، وخاصة بالنسبة للجماعة اللي بيربوا في بطاريات. على عمر اسبوع، عمر 10 ايام، افرز عنبري كويس جدا. اجمع الفراخ اللي انا شايف ان هي مش مظبوطة، او اوزانها صغيرة، تعبانة، زعلانة، واحطهم كلهم في عين واحدة او جنين او 3 او 4 او 10، واعمل اختبار حساسيه، وبناء عليه عايز احقنهم ماشي، عايز اديهم لوحدهم شويه مضاد حيوي، احط لهم سقايتين 3، كل عين احط فيها سقايه ولا حاجه، احط لهم مضاد حيوي ماشي. هحقنهم ما يضرش. حتى في العلف، هاجي انا المفروض ان انا ايه 3 4 ايام وهقلب علف نامي بدل علف بادي، لان انا النهارده عمر 10 ايام، يعني خلاص قدامي 3 4 ايام وايه و... واغير من نامي، من البادي للنامي. هاجي على الجماعه اللي ورا دول، او الجماعه اللي انا المفروض فارزهم، واخر لهم العلف البادي شويه. يعني بدل ما اغير لهم عند 14، اغير لهم عند 17، عند 18. وطبعا كميه البادي للنامي صيف من شتاء بتفرق، مع السلاله بتفرق، مع وزن الكتكوت اللي انا جايبه بيفرق. دي نمره واحد. نمره اتنين، يا ريت رجاء 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 الجماعه اللي بيعرفوا البطاريات يدوي، ما علفش كتير عشان الفرخه ما يوقعش العلف مني واخسره، عشان الفرخ ما يوقعش العلف مني واخسره. كل سنه وانتم طيبين. النهارده ربع يوم العيد. قولوا بسم الله ما شاء الله وربنا يبارك يا رب.